اهلا ومرحبا. اليوم غادي نتكلموا على هذا كأس العالم، اللي هو مهم وايجابي فيه بالنسبه لكأس العالم في قطر، رغم ان هناك مزايدات سياسيه خاصه من وجهه نظر يعني الاتحاد الاوروبي. هذا الشيء ما غاديش ندخلوا فيه، ولكن احنا ايضا عندنا موقف ديالنا خصوصا في التعامل مع العالم الامازيغي. ولكن اللي مهم فيه بالنسبه للمنتخب الوطني المغربي، اللي تعتبره منتخب امازيغي بالدرجه الاولى، خاصه وان عنده واحد الخصوصيه اللي تنفتخروا بها حنايا، اللي هي ارتباط هاد اللاعبين بالام. يعني الا شفنا اغلبيه ديال هؤلاء اللاعبين تيتكلموا على المسار ديالهم التاريخي، يعني طريقه العمل والاشتغال ديالهم فين وصلوا وكيفاش وصلوا. واكتشفنا في الحقيقه شيء مهم جدا نحترم فيه الام الامازيغيه بالخصوص، لان من التربيه ديالها هو انها دائما تسعى الى تربيه الاطفال. فما نموذج ديال جياش ولا النموذج ديال حكيمي ولا نموذج آخرين يعكس بأن كاين ارتباط وثيق بين الأم. هذا هو السر في نجاح ديال هذا المنتخب وديال هذه النتائج، لأن الإنسان ملي تيوصل لمستوى باش يتصنت للأم أو أنه يتصنت لمؤسسة الأسرة، فأعتقد بأنه شيء مهم وتدخل عنده تحفيز. كاين لاعبين الان كما تيقولوا بانهم ما تيتقاضوا حتى شي حاجه، شي اجره مثلا بالنسبه للمنتخب تيدعموا الناس اخرين. هذا يشرف الثقافه الامازيغيه. اقول القيم الامازيغيه هكذا كانوا الامازيغ، بالعكس اللي كان هناك اطراف اخرى اللي ما تتهمهاش شي حاجه غير الاسترزاق والانتهازيه وكذا. نفتخر بهؤلاء ونقول نريد يوما من الايام أن يكون كل مثل هؤلاء نموذجا لما هو محلي في المغرب تنمية.